ايوه يا بنتي، زي ما بقول لك كده، ال 8000 هتاخديهم بعد شهر 88. اول مصحف لا سحر ولا شعوذه، انا مجرباهم طبعا. ما تعالي معانا، بس تعالي. تخيل ان في مقطف ممكن يصدق انك لو اديت حد 8000 جنيه النهارده بعد شهر يديهم لك 88000 جنيه. يا مقاطف، حلم الثراء السريع اللي بدون مجهود وبدون تفكير، ترمي فلوسك وتولد وتخلف فلوس كتير كتير كتير. بيراود المصريين بسم الله ما شاء الله من الثمانينات، من ايام شركات توظيف الاموال، مرورا بالمستريحين اللي في القرى وفي النجوع، مرورا بالتسويق الشبكي، واخيرا هوك بول. هو مين فينا ما يحبش انه يزود دخله وان فلوسه تزيد وهو مرتاح؟ بس نشغل مخنا شويه، نشوف احنا بنرمي فلوسنا فين وبنديها لمين. طيب عشان الحلم ده ما يقلبش معاك لكابوس بتتوارثه الاجيال بسم الله ما شاء الله من الثمانينات يا جدعان. الغريبه انك ما تيجي تقول لبني ادم فيهم يا ابني انت عملت كده ليه، يقول لك عشان اكتر فلوس. طب يا حبيبي ما تحطها في البنك وتاخد فايده عليها، يقول لك لا الفايده حرام. امال انت بتعمله ايه ده يا اخويا؟ حلال ازاي يعني؟ وقال يعني بجمله النصاحه يقول لك لا لحسن احط فلوسي في البنوك وتروح عليا. مبروك عليك، فلوسك راحت عليك برضه. اهالينا علمونا زمان ان النصاب محتاج طماع، يعني انت مجرد شخص طماع كسول وجاهل كمان وما بتتعظش من كل المواقف اللي حصلت قبل كده. عينك بس على انك تزود فلوسك باي شكل، بشكل سريع جدا، مش مهم هتزودها ازاي. فطبيعي نتيجه لطمع حضرتك وعدم تركيزك ان فلوسك تروح عليك. للي ما يعرفش ايه هم هوك بول، هوك بول دي منصه رقميه ابتدت في شهر اغسطس اللي فات. كل شغلها ان هي بتقنعك ان هي بتشتغل لك في العملات الرقميه، البيتكوين يعني، اللي اساسا انت مش فاهم هي ايه. وعملوا طبعا شغل النصابين اياه، وعملوا ايفنتات حلوه ودعوا الناس وعملوا لهم تسويق حلو قوي عشان يعرفوا يقلوظوا لهم السلطانيه. وقد كان يا معلم، والسلطانيه اتقلوظت بالمقاس. الكلام المبدئي ان هم اخذوا 6 مليار جنيه من الناس، لكن التحقيقات لما تم القبض عليهم الحمد لله وطلع منهم مجموعه من الاجانب، طلعت بتقول ان البلاغات اللي وردت ب 19 مليون بس. الحمد لله، قدر ولطف. طوعك قلبك ازاي يا جدع انك تتخيل ان في حد ممكن ياخد منك 8000 جنيه ويديك 88000 جنيه؟ لا وشوف بقى لما حبيت تعمل نصح، لما جالك ال 88000 قلت لا افتح لي بقى تاني بال 88000 جنيه تاني معاك. يعني مش تاخد فلوسك وتكتفي، لا الطمع ويجي لك بقى الكائن الزفلوط بقى ويقول لك طب وهي الدوله سكتت عليهم ليه لحد لما نصبوا على الناس؟ هيقبضوا عليهم بمناسبه ايه يا حبيبي؟ هياخدوهم بتهمه ايه؟ لا حد قدم فيهم بلاغ ولا حد قال ان هم نصبوا عليه، يبقى هيقبضوا عليهم بتهمه ايه؟ وساعتها كنتوا هتطلعوا تقولوا بصوا وقف الحال، يعني الناس بتزود شويه من دخلها وانتوا كمان بتقبضوا عليهم. لا عاجبكم كده ولا عاجبكم كده، بس حلو قوي نجري نروح نرمي فلوسنا في اي حته وبعدين الحقينا يا حكومه. عاوز تزود دخلك في الزمن اللي احنا فيه ده، وده كلنا نفسنا نعمل كده، ممكن تختار طريق انك تتاجر، لكن ما تبقاش كسول ومش عايز تبذل مجهود وتعمل اي حاجه تكبرك وتزقك لقدام. عندك طريق تاني، حط فلوسك في اوعيه ادخاريه تضمن لك دخل شهري مع احتفاظك براس المال وفي مكان مضمون زي البنوك. لكن اي حد يجي يقول لك كلمتين كده ويبيع لك الهوا في ازايز تقوم مديله فلوسك، طب هتقول لعيالك ايه؟ وديت فلوسك فين؟ طب بلاش سؤال وديت الفلوس فين، هتبقى بتعلم ابنك ايه؟ ان المكسب السريع هو الاصل، يعني ما يتعبش، ما يجتهدش، ما يعملش اي مجهود ويشد حيله كده عشان يبقى بني ادم ناجح عارف يكسب. هو طبعا التجربه علمتنا ان محدش بيتعلم من اخطاء غيره ولازم يقع في نفس الغلط بذات نفسه. اتمنى ان الموضوع ده يعلمنا كلنا درس، ان مفيش فلوس بتيجي بدون مجهود، ومفيش فلوس بتولد، ومفيش اضمن من الطرق السليمه لاستثمار فلوسك عشان تجيب لك فلوس زياده. اتقوا الله في فلوسكم وفي عيالكم.